أنا النهارده لما جيت المستشفى حسيت بالأمان، حسيت إن مصر بخير. هذا المستوى العالمي لهذه المستشفى بيقول إن إحنا في مصر لما بنحب نعمل حاجة بنقدر نعمل حاجة. مستشفى متكامل لهم هدف واحد، هذا الهدف هو إسعاد أسرة لها ابن بيعاني من مشكلة معينة. شفت قد إيه الأطفال الحقيقة بيلقوا رعاية طبية فائقة. المستشفى وصلوا لنجاح، بس هذا النجاح بيتطلب مجهود للحفاظ عليه. الفترة اللي جاية إن شاء الله هتشاهد تعاون علمي، نجتمع جميعا كرجال علم وكأطباء لتحقيق هذا الهدف من أجل خدمة المريض اللي بيأتي المستشفى. فأنا بدعو كل مصري، كل إنسان بيحب الخير أن يشارك في هذا العمل العظيم لكي يستمر عطاؤه ويتقدم أكثر وأكثر. الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي.